قال الطبيب المحلي ان تشريح الجثتين مضيعة للوقت، خصوصا انهم اتحللوا تماما، لكن وكيل النيابة امر بوضعهم في تلاجة الموتى وانتظار وصول دكتور سيدني سميث. اهلا وسهلا بيكم في لغز جديد من الغاز قارئ الجثث. يونيو 1913 في الولايات المتحدة الامريكية، ولاية نيويورك، وبالتحديد على شاطئ خليج هيبتون. راجلين ماشيين على شاطئ خليج هيبتون في يوم عادي جدا بعد الظهر تقريبا. لفت نظرهم وجود كتلة سوداء عايمة على وش المية، وبما انهم في قرية ريفية وبيستخدموا خيال المآتة على طول عشان يحموا الزرع من الطيور، واللي ما يعرفش ايه هو خيال المآتة ده، هو خشب كده على شكل جسم انسان وبيلبسوه ملابس انسان، وبيتثبت على اطراف الارض الزراعية عشان الطيور تفتكره حد واقف وتخاف تنزل تاكل الزرع في وجوده. المهم الراجلين افتكروا ساعتها ان الكتلة السوداء اللي على وش المية دي خيال مآتة، حد رماه في الخليج عشان يخوف الناس كنوع من الهزار، ولكن بالتركيز في شكلها حسوا ان في حاجة غلط. جابوا جذع شجرة وبدأوا يشدوا الكتلة السوداء للشط، ولما نجحوا في انهم يسحبوها كانت الصدمة. الكتلة السوداء دي عبارة عن جثتين مربوطين ببعض بسلك، ومع محاولتهم سحب الجثتين اتقطع السلك ووقعت الجثتين تاني في الخليج. بسرعة بلغوا الشرطة، واللي بدورها قامت باستخراج الجثتين وتحويلهم لمصلحة الطب الشرعي. بفحص الجثتين أكد دكتور سيدني طبيب الطب الشرعي المسؤول عن عملية التشريح إن الجثتين لطفلين ذكور، عمر الأول حوالي 4 سنين، وده لأن كل أسنانه ما زالت أسنان لبنية. أما الطفل التاني فعمره حوالي 7 سنين بسبب الأسنان برضه، لأنه عنده ضرس دائم. كمان عدى على وفاة الطفلين حوالي 18 شهر. ملابس الطفلين دابت بسبب طول فترة وجودها في المية، لكن كان في بقايا أنسجة على الجثتين. ومن الفحص لقوا إن ملابس الطفلين متشابهة، لابسين نفس القميص والجوارب والأحذية، يعني زي رسمي زي ما يكون لمدرسة. وبتدقيق الفحص أكد الطبيب الشرعي وجود بواقي ختم مطبوع على قميص واحد من الجثتين. الختم بيعود لملجأ بيبعد عن المكان اللي لقوا فيه الجثث بمسافة مش بعيدة. وبرجوع الطب الشرعي لمكان العثور على الجثتين كان رأيهم إن المكان منعزل ويعتبر على أطراف القرية. وكان رأي دكتور سميث هنا إن الطفلين كانوا ماشيين مع القاتل في اطمئنان، وإنهم كانوا عارفينه كويس، فهو يا أحد المقربين يا أحد الوالدين. وبكده قدم الطب الشرعي للشرطة كل المعلومات الكافية عشان يبدأوا البحث. وبعد تحريات مكثفة اكتشفت الشرطة اختفاء طفلين من مكان قريب، والاختفاء ده كان من حوالي 2 سنين. وبيانات الأطفال المختفية إنهم طفلين ذكور عمرهم 7 سنين و4 سنين. بيانات متطابقة جدا مع الجثث اللي لقوها. كمان التحريات كشفت إن الأب أرمل، وظيفته عامل في مصنع طوب، كان متجوز زميلة ليه في المصنع، وكان عندهم طفلين، ويليام 7 سنين وجون 4 سنين. اتوفت الأم بعد إنجاب الطفل التاني ب3 سنين. ووصلت معلومة بعد كده إن الأب مدمن على الكحول. بعد وفاة الأم أدمن الأب الكحول، واضطر يتجه لدار رعاية للأطفال لأنه ما يقدرش يرعاهم بنفسه، لكنه ما كانش بيسدد مصاريف إقامتهم في الدار. اتحكم على الأب قبل كده بالسجن لمدة 2 شهر بسبب تهربه من دفع مصاريف إقامة أولاده بالملجأ. بعد خروجه من السجن استلم ولاده من الدار لأنه كان لازم يدفع لهم مصاريف أسبوعية، وبسبب إدمانه للكحول طبعا ما قدرش عليها. اتجه بأولاده لصديقة قديمة ليه وطلب منها رعايته، ووافقت صديقته، ولكن طلبت مقابل لإقامتهم وباقي احتياجاتهم. وافق الأب في البداية، ولكن عدى شهر وطبعا ما دفعش حاجة. اضطرت صديقته اللي مستضيفة الأطفال ترجعهم لوالدهم. حاول الأب إنه يرجعهم الملجأ تاني، لكنه كان صعب بسبب الالتزامات المادية المطلوبة منه واللي كان هو عاجز عن دفعها. وفجأة وفي ليلة من ليالي نوفمبر 1911 اختفى الطفلين. وبتكثيف التحريات أكدت بعض شهود عيان إنهم آخر مرة شافوا الأطفال كانت مع أبوهم في شهر نوفمبر 1911، متجه بيهم ناحية الشرق اللي هو اتجاه خليج هيبتون. لما الناس سألت الأب عن الأطفال قال إن في واحدة ست عرضت عليه إنها تتبناهم، وهو قبل عرضها لكنه ما يعرفش عنوانها، لكنها هي اللي تعرف عنوانه. بعد مواجهة الأب اعترف بجريمته، إنه لما ضاقت بيه السبل أخذ الطفلين تجاه الخليج وللأسف اتخلص منهم، وتم الحكم عليه بالإعدام.